السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جدال رياضي جديد. لايك وشير واشتراك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. يعني باسم مرسي، إسلام صادق، كل واحد ليه قصة كده، بس هنخلي إسلام صادق للآخر عشان عايز له روجة. رامي ربيعة طالب أكتر من 40 مليون جنيه في الموسم. اللي يعني أنت مين أنت أساسا؟ ده أنت امشي يا عم، امشي. احنا لا عايزينك، لا انت ولا ندفد ولا عبد الفتاح ولا في شويه كده مش عايزينهم في النادي الاهلي. انت فاكر نفسك ان انت مدافع؟ انت مدافع بالصدفه، اخدت بطولات بتاع، بس كان بيبقى جنبك اللي بيشيل، لكن انت غلطتك اساسا طول عمرها فاضحه، اساسا فاضحاك انك انت مش مدافع كويس سريع ولا انت الحاجه الوحيده اللي عندك، عشان كل واحد ياخد حقه، الحاجه الوحيده اللي عندك الكره الطوليه، هي اللي بتلعبها بالكره، هي دي اختصار رامي ربيعة. غير كده ما عندكش اي سنس في اي حاجه في الدفاع، اي حاجه. فانت طالب 40 مليون ليه؟ يا عم روح اي نادي وخد الشحن بتاعك معاك، اي نادي احنا هنديله هديه وفوقك شحن هديه ومروحه وهديه يعني فوقك هديه. 40 مليون ايه اخرك؟ انت هتقعد في النادي ده 5 مليون، يعني هننزل لك عقدك كامل، ده اخر. انت قاعد كده عشان اسمي بس النادي من النادي الاهلي. مرسي في تصريحاته ساب زاهر، بيسأله بيقول له فريق، فبيقول له بيراميدز. قال له طب مين ياخد الدوري؟ قال له بيراميدز، فأمرت يعني بيراميدز أفضل. والله الفرق دي كلها مش كويسة، المشكلة مش في إن هم كويسين، المشكلة في إن السنة دي الأهلي وحش. ده اللي ظهر فرقة بيراميدز، ولما بدأ يفوق 3 مباريات بدأ يفوق في الأهلي، بيراميدز عمل كده، بيجي ماشي يخبط في بعضيه وش. فاحنا لما نيجي ناخد كلام، هناخد رأي باسم مرسي، هناخد رأي باسم مرسي في مين أفضل فريق. اللي بيقول لك جاني عروض، 3 عروض من أندية في الدوري الإنجليزي، طب مين هم؟ لا أصلا مش فاكر. طب الإيطالي مين هو؟ مش متذكر أصلا، أنا عندي النسيان يا راجل. ده أنت لو جالك فرقة من كوالالمبور هتفتكرها يا عم، اسكت. أما إسلام الصادق بيقول لك إيه؟ بص التصريح بتاعه، بيقول لك الزمالك ينفذ عقوبة حصوله على السوبر الأفريقي رحيل جوميز وزيزو عمدا. بمناسبة إيه راهي؟ يعني أنت عايز تفهمني إن كل اللي بيحصل ده عشان خاطر إن هو أخد السوبر الأفريقي من النادي الأهلي؟ طب واللي كان في الأول؟ ما علينا، ماشي. عدم استقرار المدربين وأشياء أخرى تؤدي به إلى الفشل في الفوز على أي فريق، وآخرها التعادل مع سيراميكا 2-2. ورغم كل ذلك منسي ينافس على الهداف. ده الفشل عندك من 1911، مش عشان أخدت البطولة الأفريقية أو السوبر الأفريقي من النادي الأهلي فأنت بتدفع الضريبة، يعني زي ما بتتكلم. أنت من 1911 من أساسا منشأك على فشل. المنشأ بتاعك أنت اتنشأت على فشل مش على نجاح، واتنشأت إنك أنت تعلق فشلك على الآخرين. شوية حكام، شوية الأهلي طبعا الأكثرية إن أنت في الأهلي، مع إن هو الأهلي قال لك إن أنت تتعادل مع سيراميكا 2-2 في الدوري. الأهلي قال لك إنك أنت تتعادل مع المصري. الأهلي قال لك إنك أنت تتغلب وتطلع من بطولة الكونفدرالية أمام ستيلنبوش. الأهلي اللي قال لك إنك أنت تفوت لبيراميدز الماتش اللي جاي. يا حبيبي أنت مش مستوعب، أنتوا بتقول إيه؟ أقسم بالله أنتوا متناقضين، أنتوا يعني في شوية في إعلام الزمالك أقسم بالله تتفرج عليهم عشان تضحك بس. ولو ركزت في كلامهم أنت تقول يا ده مختل عقليا يا عبيط يا هبة. المهم إنهم الإعلامي ولا يعرف حاجة عن الإعلام، لما يتكلم بمنطق وبعقل. فشل اللي أنت بتتكلم عليه يا عم. أنت عليك أساسا صد، سبحان الله العلي العظيم. أي إنسان، يعني أي إنسان ليه يبقى ليك على قبول يعني كاريزما كده، على الكاريزما وليه قبول على الشاشة، سبحان الملك. ده بني آدم ما يتفقوش غير عليه 2 زيه.
متفقوش عليها اتنين غير زيه، غير كده مفيش. يلا، دمتم في أمان الله. السلام عليكم.